مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم شقة جديدة في الإسكان الاجتماعي. أصحاب الشقة دي يا جماعة فرشوها وحطوا عفشهم على كده. ده تشطيب الجهاز من غير ما يعملوا أي بقى تكاليف أو أي مصاريف زي ما انتوا شايفين. أنا حبيت أديكوا أفكار من الشقة دي، إن لو انت عندك شقة في الإسكان الاجتماعي أو هتستلمي شقة وما عندكش إمكانيات إن انت توضبي أو تشطبي، ممكن تعملي ايه الاساسيات اللي هي تشيكي على السباكه لو فيها حاجه وكده. زي ما انتوا شايفين في دخلة الباب كانوا حاطين الانتريه وحاطين سفره باربع كراسي، وسايبالكوا كده مساحه الريسبشن على الشاشه، ببوفيه صغير زي ما انتوا شايفين، وحاطين كده ستاره على البلكونه. مش عاملين اي توضيب، ده تشطيب الجهاز يا جماعه زي ما انتوا شايفين، وده توضيب الجهاز. فهم حاطين كده في دخلة الباب الانتريه وحاطين كده تابلو زي ما انتوا شايفين، ومش عاملين اي تشطيبات او اي توضيبات. ده تشطيب الجهاز. هم مجرد جابوا عفشهم وقعدوا. ممكن بقى يكونوا ظبطوا بقى في السباكة الحاجات اللي هي الاساسيات. سقوا مثلا الارض بتاعة السيراميك. اهم حاجة برضو ان انت تسقي الارض، عشان بيبقى فيها فراغات، بتبقى السيراميك مطبل او كده، فبتسقي ارضيات الشقة كلها وبتشيكي على السباكة وبتجيبي عفشك بقى وتقعدي من غير اي بقى توضيب او تشطيب زي ما احنا شايفين كده. دي كده الطرقة، وسايبالكوا برضو المقاسات على الشاشة. هم حاطين فيها كده مشاية طويلة. وده المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، شايل معاهم الاجهزة. ده تشطيب الجهاز يا جماعة، تشطيب في منتهى الجمال. هو على حسب بقى الشركات وحسب المهندسين بقى اللي بيشطبوا وكده. هم حاطين مطبخ كده قطعتين زي ما انتوا شايفين، وحاطين التلاجة والبوتاجاز، وما حطوش اي حاجة تانية كده. فالمطبخ معاهم مساحته كويسة زي ما انتوا شايفين كده، ما عملوش اي حاجة ولا اي تعديلات. اتمنى يا رب الفيديوهات اللي بنزلها تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. طبعا انا حبيت اديكوا افكار من الشقة دي. ليه هم ما عملوش اي توضيبات او اي تشطيبات؟ علشان في ناس بتبقى معهاش مثلا يا جماعة تشطب او توضب. هم جم حطوا العفش على كده. دي الغرفة الاولانية، حاطين فيها سرير ودولاب وكومود كده بمراية، وسبتلكوا برضو المقاسات على الشاشة زي ما انتوا شايفين كده، وحاطين سجادة، والمساحة معاهم للحركة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين. دي اول غرفة، دي اول غرفة اللي هي بتاعة الاطفال. هم طبعا مش عاملين اي توضيبات او اي تشطيبات، ده تشطيب الجهاز يا جماعة. بعد كده دي الغرفة التانية، حاطين برضو فيها سرير ودولاب وكومود كده بمراية، والمقاسات برضو على الشاشة. دي الغرفة التانية، وعاملين ستارة كده بسيطة زي ما انتوا شايفين، ودولاب كده بضلفتين صغير، ومعاهم مساحة كويسة للحركة، وحاطين كده نجفة صغيرة في السقف، ومشاية كده وسجادة صغيرة، ومعاهم مساحة كويسة للحركة زي ما انتوا شايفين. ده تشطيب الجهاز يا جماعة. انا حبيت اوريكم ان في شركات بيبقى عندها ضمير وبتشطب تشطيبات كويسة، وبيبقى السيراميك بتاعها كويس وكده. وفي شركات تانية بصراحة ما عندهاش ضمير، بتبقى التشطيب مش قد كده. وده كده الحمام، هما برضو ما عملوش فيه اي تعديلات. ده برضو زي تشطيب الجهاز. ودي مساحة التويلت زي ما انتوا شايفين، متشطب تشطيب كويس جدا، معقول يعني، مش تشطيب سيء زي ما انتوا شايفين. بعد كده دي غرفة النوم الرئيسية اللي هي الغرفة التالتة، والمساحة برضو على الشاشة. مساحة الغرفة هم حاطين فيها كده سرير واتنين كومود ودولاب مش كبير قوي. فما شاء الله الغرفة واخدة غرفة النوم مستريحة، ومقاسها كويس جدا، مش جايبين غرفة كبيرة، فشكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. وحاطين كده ستارة على الغرفة على الشباك. ودي كده الطرقة من وجهة تانية.
زي ما انتوا شايفين كده. شقة بسيطة وجميلة وفي منتهى النظافة والجمال. زي ما انتوا شايفين كده الناس اصحاب الشقة دي يا جماعة جم حطوا عفشهم وقعدوا زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا ايه واخدة معاهم كل الحاجة. طبعا لو انت عندك ولاد او بنات ممكن الغرفة الاولانية دي تعمليها ليفنج وتبقى للقعدة بتاعتكم وكده يعني. لكن لو انت عندك مثلا ولاد وبنات هتضطر تعملي غرفتين على حسب بقى الامكانيات بتاعتك. وده كده الريسبشن. طلعنا على الريسبشن تاني واخد معاهم انتريه مساحته كويسة، كنبتين وكرسيين وسفرة 4 كراسي ببوفيه صغير. وشكل الشقة جميل ومنظم ومنسقينه بطريقة حلوة جدا. مش لازم يا جماعة نعمل بهرجة ونعمل حاجات كتيرة. أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.